تخيل إن الراجل البخيل ده فضل 15 سنة يحوش واكتشف إن عنده سرطان وهيموت بعد 10 أيام. بيبدأ الفيلم بجوي راجل بخيل بطريقة مش طبيعية لدرجة إنه كمان يقفل المية ويفتح الحنفية على أقل درجة عشان العداد ما يحسبش عليه حاجة. ولما معجون الأسنان بيخلص بيجيب عصاية ويعصرها عشان يطلع آخر نقطة. كل يوم يروح بعجلته لأرخص مطعم في المدينة ياخد قطعتين عيش وبيضة واحدة. ده اللي بيكمل بيه يومه، وأول ما تجيله رسالة عرض تخفيض من أي سوبر ماركت يطير يشتري الحاجات اللي قربت تخلص صلاحيتها، وأي حاجة سعرها نازل ولو الحساب طلع $100 ولا يهمه، يطلع كومة قسايم خصم ويدفع أقل من $1. فضل على الحال ده 15 سنة مكافح وموفر في كل قرش لحد ما قدر يجمع $800,000. كان فرحان بنفسه جدا، حاسس انه عبقري التوفير. لكن في يوم فجأة وقع مغمى عليه. لما راح للدكتور كانت الصدمة، عنده سرطان وفضل له 10 أيام ويودع الدنيا. 15 سنة بيحوش وناسي انه مش هيعيش عشان يصرف اللي جمعه. صدمة، ذهول، خوف، دي كانت ردود فعله الأولى. راح لقبر أبوه وأمه وفضل يعيط. بعدها رجع للبيت، قال لجاره يطل عليه كل شوية لكن جاره طنشه. راح للمطعم اللي بيفطر فيه كل يوم وسأل صاحب المطعم لو في 10 أيام بس في حياتك هتعمل إيه؟ قال له هبيع المطعم وأعيش حياتي وأدور على أصحابي القدامى. وهنا قرر بدل ما ينهار أو يضيع أيامه الأخيرة في الحزن، قرر يعمل حاجة واحدة بس، يعيش. مش بس يعيش، بل يعيش زي ما عمره ما عاش قبل كده. أول خطوة راح يحفر ولقى صندوق فيه أمنيات أصحابه معاه زمان. سحب الفلوس وبدأ رحلة من الجنون. لكن قبل ما يبدأها افتكر الناس اللي شاركوا حياته زمان، أصحابه القدامى اللي افترى عنهم بسبب مشاغل الحياة. قرر يجمعهم من تاني، وبدل ما يودع الدنيا لوحده يودعها وسط ناس بتحبه ووسط أكبر مغامرة ممكنة. وراح جمع أصحابه وقال لهم على مرضه، وهنا بدأت حفلة الجنون. جه أصحابه قرروا إنهم يعيشوا كل يوم كأنه الأخير بجد. أجروا سيارة غالية، راحوا أغلى المطاعم، جربوا أكل ملوش أي منطق، قفزوا من أماكن عالية، ركبوا عربيات سباق، سافروا أماكن جديدة، عملوا كل حاجة كانوا بيحلموا بيها لكن عمرهم ما تجرأوا يعملوها. وبين الضحك والصراخ والجنون، جي بدأ يكتشف إن السعادة مش في الفلوس، مش في الأكل الغالي، مش في السفر، بل في الناس، في اللحظات، في التجارب اللي بتخليك تحس إنك عايش بجد. لكن مع اقتراب اليوم العاشر بدأ يحس بالخوف، مش من الموت لكن من الحقيقة اللي لازم يواجهها. رحلته المجنونة خلاص هتنتهي. وفي المطعم صحابه بيقولوا له يتعالج، لكن بيقول لهم فات الأوان. بعدها بيلاقي بنت كان بيحبها زمان وحكى لها على مرضه، وخرجوا مع بعض واشترى لها ملابس. بعدها اجتمعوا كلهم وانبسطوا مع بعض، وبالليل قاعدين كلهم بيعيطوا لأن اليوم العاشر خلاص وصل. وسلم على حبيبته. بعدها راحوا للمكان اللي راحوا له زمان وكتبوا أمنياتهم ودفنوها في العلبة زي زمان. في اليوم العاشر كان مستعد، كان متقبل مصيره، مستني اللحظة اللي قلبه هيتوقف فيها والكون كله يضلم. وفضل يديهم أكل وفضل ياكل. فجأة وقع، أخدوه المستشفى، ولما فاق بيقول له الدكتور إنه في غلط في التحاليل وإنهم حاولوا يبلغوه في التليفون لكن مفيش حد بيرد. وانبسط جوي وفرحان ومش مصدق، وانطلق هو وأصحابه في السيارة. قال لهم لازم نرجع السيارة، بتحسب علينا اليوم، وسألهم عن فلوسه. فجأة فضلوا يرموا شنطة الفلوس بينهم وبيهزروا معاه. بالغلط الشنطة رمت في النهر، وجوي راح يدور عليها وكل أصحابه بيدوروا عليها. ولما طلع من المية فضل يشتم في كل واحد فيهم، اللي فاشل واللي بيعتمد على مراته واللي عاطل. وفي واحد من أصحابه لقى شنطة الفلوس وبيسمع وزعل، ساب الشنطة وصافع وقال له إنه أناني وبخيل. ورجع لحبيبته وحكى لها اللي حصل وإنه فلس، وجابت له الملابس عشان يرجعها وسابها وراح للمطعم ونام بعد ما سمح له صاحب المطعم. وقال جوي أنا نفسي أكون عندي مطعم. وراح يحاول يرجع علاقاته مع أصحابه وساعدهم في حاجات كتير وتصالح معاهم. وفي يوم اجتمعوا عنده في المطعم واشتروا له المطعم بفلوسه وساعدوه في الافتتاح. وعاش جوي حياته مع أصحابه، وأخيرا اكتشف إنه مش قادر يستمتع بالحياة لأن حياته كلها كانت عبارة عن حسابات وتوفير بدون أي لحظة متعة حقيقية. العبرة هنا التوفير كويس، بس البخل ممكن يخليك تفقد متعة الحياة نفسها. وهنا بينتهي الفيلم. لو عجبك ما تبقاش بخيل، وما تنساش اللايك. وعشان تشوف ملخصات أكتر ما تنساش تشترك في القناة، قناة مامو أفلام.